بسم الله نبدأ كلامنا النهاردة يا جماعة. أنا هعمل فراخ محشية. طبعا أنا عملتها معاكم على القناة قبل كده وطريقتها سهلة وبسيطة. دول فرختين وحجم وسط، مش كبار ولا صغيرين. جبتهم طبعا، غسلتهم كويس بالملح والليمون والدقيق وصفتهم كويس. ودي بصلاية كبيرة، طحنتها كده في الكبة، فرمتها في الكبة، حطيت عليها فلفل أسود وعملت بيها الفراخ كده، تبلتهم. ودي الكبد والقوانص، حطيت عليها بصل وحمرتها. دي اهم حاجة في الفراخ المحشية، انك تعملي الكبد والقوانص كده بالطريقة الحلوة دي عشان يبقى ليها طعم حلو. طبعا قبل ما تطفي عليها تحطي عليها بهارات، ولازم تحطي رشة جوز الطيب علشان بتدي طعم حلو. طبعا انا جبت الفراخ وحشيتها وسلقتها وحطيتها في الفرن، حطيت عليها طماطم معصور عليها ليمون. ودي لحمة سلقتها وحمرتها، وعملت رز بالشعرية، وعملت جلاش، وعملت قلقاس. وده الجلاش اهوت باللحمه. ده اكلنا النهارده ودي سفرتنا. انا طبعا هفطر انا واختي وبنت اختي وحفيدة اختي، وابني وبنتي. يعني الاكل على قدنا كده، مش مبهرجه قوي. لموا بعض يا جماعه وخلوا فيه صلة رحم. ولازم حتى لو هنعزم على أبسط الأشياء، مش لازم نعمل سفرة غالية ومبهرجة قوي، لا. أقل حاجة نعملها ونعزم بعض ونلم بعض ونحب بعض ونصل الرحم ونود بعض ونخلي ولادنا يعرفوا بعض وأحفادنا يعرفوا بعض. الحب حلو، الحب حلو بين الأهل يا جماعة. ربنا يحببنا في بعض يا رب، ويجعله شهر كريم علينا جميعا. دي كانت السفرة الجميلة المتواضعة. يا رب تعجبكم وتكون أفكار حلوة. لو انت هتعزمي حد ممكن تعملي الأفكار دي. الفراخ المحشية بصوا طلعت تحفة. ودي أكلنا النهاردة الجميل. كل سنة وانتم طيبين، ويجعل الأيام كلها سعادة وهنا يا رب، والحبايب تتجمع. ودلوقتي أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.